إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قضايا إريتريا. عنوان هذه الحلقة حول دور الأسرة في التعليم، دور الأسرة الإريترية في تشجيع الأبناء على التعلم. سنتناول في هذه الحلقة دور النظام الإريتري في تطوير التعليم في أي مربع هو، كذلك دور الجاليات الإريترية خارج إريتريا، ما هو دورها، ثم ما هو دور أيضا الأحزاب السياسية في تطوير التعليم الإريتري في داخل إريتريا أو في خارجها، كذلك المقارنة بين إريتريا والدول المجاورة من حيث الاهتمام للتعليم. لا يخفى على شريف علمكم مشاهدي الأكارم أن العلم آتاه الله سبحانه وتعالى درجة رفيعة، وهو القائل سبحانه وتعالى: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. بل أول آية نزلت في كتاب ربنا عز وجل هي قوله سبحانه: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقال سبحانه: نون والقلم وما يسطرون. فالقلم أداة من أداة التعليم. فالعلم والعلماء بجميع توجهاتهم واختصاصاتهم قد قال الله عز وجل فيهم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. أين تقع إريتريا؟ في أي مربع من مربع العلم والتعليم؟ هذا هو ما سوف نناقشه مع فضيلة شيخنا وحبيبنا وأستاذنا الدكتور حسن سلمان، الباحث في القرن الأفريقي والداعية المعروف. باسمكم جميعا أرحب به. أهلا وسهلا. حيا الله شيخنا. مرحبا. يا مرحبا. قبل أن نبدأ أحب أن أقرأ على المستمعين عدد المدارس في جيبوتي، مدى اهتمام جيبوتي بالتعليم. جيبوتي دولة صغيرة طبعا، ولديهم 81 مدرسة ابتدائية عامة، و24 مدرسة ابتدائية خاصة، 12 مدرسة ثانوية عامة، ومدرستان مهنية للتدريب، وجامعة واحدة فقط. الصومال يعتبر بلد أكبر من بلدنا قليلا، لكن نحن نتساوى في بعض الأمور. يعني هناك أكثر من 1710 مدرسة ابتدائية، ويوجد عدد من المدارس الثانوية 1010 مدرسة ثانوية، غير أن هناك أيضا مدارس أهلية تقدر ب 845 مدرسة. وأما الجامعات فيوجد في الصومال 50 جامعة علمية في تخصصات مختلفة. أثيوبيا دولة ضخمة وكبيرة، لكن هي من الدول المهتمة بالتعليم، فلديهم أكثر من 40,000 مدرسة و5,000 مدرسة ثانوية، 40,000 مدرسة ابتدائية و5,000 مدرسة ثانوية، ولديهم أكثر من 50 جامعة حكومية غير الجامعات التي هي أهلية. نأتي إلى إريتريا. إريتريا عدد المدارس الابتدائية يتراوح من 600 إلى 700، وفي بعض التقارير 450 مدرسة ابتدائية فقط. المدرسة إعدادية مدرسة المتوسطة 200 مدرسة فقط، وهناك حوالي من 40 إلى 50 مدرسة ثانوية. الجامعات
لا يوجد في إريتريا جامعة أبدا، إنما توجد كليات، ومن أبرزها كلية إريتريا للتكنولوجيا، كلية العلوم الصحية، كلية التربية، كلية الزراعة، كلية إدارة الأعمال. هذا ملخص مقارنة بين التعليم. الآن ندخل في موضوعنا. نريد يعني دور الشعب الإريتري قبل أن ندخل في النظام، دور الشعب الإريتري واهتمامه بالتعليم وتعليم أبنائه منذ يعني خلينا نبدأ من الرابطة الإسلامية، حيث نستطيع أننا نقيم مدى مستوى التعليم حينما نرى إبراهيم سلطان وعبد القادر كبيري والدكتور ياسين وهؤلاء الذين تم اغتيالهم، مستوى تعليمهم، كذلك مستوى تعليم المفتي إبراهيم المختار رحمه الله. مدخل حول هذا شيخ حسن، والميكروفون لديكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، التعليم عموما في ظل الدولة الحديثة اللي هي إريتريا يعني يؤخذ من الفترة بتاعت الإيطاليين، وبالتالي أي تعليم رسمي ستدرسه أنت في سياق المحتل الإيطالي والمحتل البريطاني والمحتل الأثيوبي، هي هكذا. جميل. جميل. لكن في كل هذه السياقات ستلاحظ بأنه نحن في إريتريا لم ننفصل عن حالة الثنائية، بمعنى وجود مؤسسات خارج الإطار الرسمي، وخاصة هذه في المؤسسات الدينية من معاهد ومدارس لجاليات، وما بين المؤسسات المتعلقة بالجانب الرسمي في هذا الاتجاه. فستلاحظ بأنه مثلا في العهد الإيطالي كان العملية التعليمية الرسمية ليست واسعة، لم تكن واسعة، ولكنها كانت مضيقة بحسب حوجة الإيطاليين فقط لمن يحتاجونه من الموظفين. جاءت بريطانيا وشوية حصل فيها توسع، يعني الحالة البريطانية كانت أكثر اهتماما بالتعليم، ذكرنا في الإعلام الحلقة السابقة، وفي التعليم كذلك. توسع التعليم في الحالة البريطانية، يعني حصلت فيها نوع من التوسع في الحالة البريطانية. لكن أيضا ونحن وجد توسع من حيث بنوا جامعات؟ لا جامعات أصلا ما لا دخلت فيها بريطانيا ولا دخلت فيها. وحتى في العهد الأثيوبي كانت الحالة برضو يعني مش جيدة، كان الناس بتمشي في الجامعات تمشي إلى أديس أبابا. من في فترات المحتل الجامعات كانت دائما في العهد الأثيوبي تمشي أديس أبابا، ما عداها بريطانيا وإيطاليا ما كان في أصلا فكرة العمل في الجامعات والأشياء. لكن كحالة تعليمية متوسطة وثانوية هذه كانت موجودة، فكانت في مدارس في أسمرة، مدارس في مصوع، مدارس في كرن، مدارس في أقردات، موجودة على كل في كل هذه الفترات، لكنها تتسع في فترة وتضيق في فترة أخرى. جاءت الثورة الإريترية كانت لها مؤسساتها التعليمية أيضا في سياقاتها، في سياقات الثورة، فتجد كل تنظيم له من أبرز كان أبرز حالة تعليمية مثلا عثمان صالح السبي. أيوة، اللي هو انتهت الحالة فيه إلى التحرير بجهاز التعليم الإريتري. كان هذا الجهاز من أكبر الأجهزة التعليمية التي كان ينفق عليها يمكن ما يوازي حتى التنظيمات الإريترية، كان هنالك تبني كامل للجهاز الإريتري من قبل الحكومة السعودية، وكانت المناهج المعتمدة يتم طباعتها أيضا من السعوديين، ولكنها كانت المناهج جزء منها على كل سوداني وجزء منها كان يعني خاص. الرئيس عثمان صالح سبه ساهم في تعليم الشعب الإريتري بلا شك رحمه الله. هو الآن ذكرت كأكثر حالة، لكن كان للجبهة مدارسها وللجبهة الشعبية مدارسها، لكن الحالة اللي تشكلت كجهاز وتكاد تكون حالة مستقلة اللي هو في النهاية عثمان صالح سبه مسك الجهاز لأخيه محمود سبه، ومحمود سبه بعدها خلفه المرحوم أيضا محمد عمر، ونحيي أولاده طبعا من هنا بلال وغير أبو بلال وغير. فالحالة كانت هكذا. لكن خلينا ندخل مباشرة في الاهتمام بشكل عام، اهتمام الأهالي. الاهتمام في الأهالي سيتفاوت، كلما اقتربت من المدن سيكون في اهتمام،
اعتباره أنه يدرك بأن الطفل إذا لم يتعلم فلن يكون له نصيب في صراعات المدينة، داري يتوظف، داري يشتغل، داري يعمل. فبتجد كلما اقتربت من المدينة كان الاهتمام بالتعليم أكثر، خصوصا التعليم غير الديني. كلما ذهبت إلى الأرياف تقل حالة الاهتمام، لأنه أصلا في الريف الحالة كلها اهتمام بما لديهم من ثروات، عنده زراعة وعنده بهائم وعنده كذا. يعني أفضلهم في الأرياف من يهتم بالتعليم الديني، إن والله يكون هنالك تعليم القرآن الكريم، والطفل يذهب إلى الخلوة وهنالك شيخ يفتح على الأقل على القرآن الكريم. هذه تكاد تكون حالة تاريخية يعني في المجتمع الإريتري. ما من قرية أو ريفية إلا وفيها خلوة قرآنية، بغض النظر في احتلال ما في احتلال، مسألة خلوة. وإلى اليوم سبحان الله خلاوي تحفيظ القرآن الكريم هذه مرتبطة بها الأمة لارتباطها بهويتها. يعني هم يدركوا بأنه والله الهوية محددة بالقرآن، أنه هذا الطفل فتح في القرآن الكريم يشعر بإسلامه وإيمانه والتزامه ورسالته. ابتعد عن القرآن، ابتعد عن القرآن خلاص ما عنده شيء. ولذلك كان عندهم هواجس من التعليم غير الديني، أنه يقول لك والله يخرب الولد. في فترة من الفترات أيضا دخلت علينا المنظمات التبشيرية، دخلت منظمات خصوصا المنظمات السويدية، واللي كانت ترعى الحالة عموما الكاثوليكية في بعض المناطق. هذه لها أيضا مدارسها، مدارس الإرساليات التبشيرية، وتأثر بها أيضا عدد من الناس. عموما هذه الحالة كانت سائدة في الداخل، لكن هنالك بعض المجتمعات خصوصا اللي في المدن كان عندهم فهم أعمق، وهو الذهاب إلى خارج إريتريا. هنا تأتي قضية الارتباط بالأزهر في وقت مبكر. يعني لما تتكلم أنت عن المفتي، من أين أتى هذا العلم؟ أتى هذا العلم ارتبط بالأزهر، الأزهر الشريف. ذهب هو ورفقته. معظم الذين نتكلم عنهم من حالة دينية علمية بارزة ستجد إن إما ذهبت إلى السودان ودرست في معهد أم درمان، ودرست مثلا في بعض الجامعات السودانية، أو ذهبت إلى الأزهر، وكان هذا هو الأبرز، وكان الناس تمشي سيرة. ولم تظهر جامعات المملكة العربية السعودية في ذلك وقتها لم يظهر. بعد ذاك جاءت في مرحلة لاحقة طبعا دخلت علينا المملكة العربية السعودية. الحالة في الداخل أيضا اللي داير يمشي فوق المرحلة الجامعية يذهب إلى أديس أبابا المرتبط بالمؤسسة التعليمية الرسمية. هذا أيضا في كثير اليوم من القيادات الإريترية البارزة. لكن من حيث العموم الشعب الإريتري كان مهتم بالعملية التعليمية، ولكن زي ما ذكرت إن هي تتفاوت. منهم من يهتم بالمستويات الأولى قراءة وكتابة، ومنهم لا من يذهب إلى ما هو أبعد. أبرز العلماء طبعا عندك الشخصية الأبرز هي شخصية المفتي. هذه دينية، هذه شخصية دينية. نعم. وغير الدينية والله كانت في شخصيات في السياق القانوني، وكانت في شخصيات في السياق الإداري، وكان في شخصيات في السياق الاقتصادي موجودة، لكن ما تقدر تعتبرها ظاهرة بحيث والله أنت اليوم تحسبها من الشخصيات المتخصصة في المجالات، لأن هذه تبرز معك أصلا في سياق الدولة يعني. نعم. طيب التعليم في ظل النظام الإريتري الحالي كيف تراه؟ طبعا التعليم في ظل النظام الإريتري الحالي تعترضه، وهو ما نقدر نقول ما كان في اهتمام. يعني الدولة من حيث أن هي من البداية حاولت أن تولي العملية التعليمية اهتمام وكذا، ما في كلام في أنها حاولت على كل. لكن أين كانت المشكلة؟ كانت المشكلة في رؤية الدولة للعملية التعليمية. فمثلا كل التنظيمات الإريترية في مرحلة الثورة ما عدا الجبهة الشعبية كانت معتمدة فكرة اللغتين الرسميتين، اللي هو اللغة التجرينية واللغة العربية. إشكالية النظام الحاكم الراهن كان عنده مشكلة في اللغتين، ما يريد يعترف بلغتين، لا يريد أن يقول العربية حتى لا تكون ملزمة له في العملية التعليمية. فهو ساوى بين اللغات واعتبر كل اللغات متساوية، وعقد مؤتمرات للحالة التعليمية لكل منطقة وكل قومية. ثم يقول لك والله هذه القومية اختارت بأنه أبنائها يدرسون بلغة التجري، أبنائها يدرسون بلغة البلين، فظهرت عندما يعرف بالدراسة بلغة الأم. أنت دولة بحجم إريتريا، دولة صغيرة وفي نفس الوقت أيضا حتى المناطق فيها متداخلة ومتشابكة، لما تحاول أن تتبنى فكرة لغة الأم معناه أنت مطالب بإمكانيات هائلة من حيث إعداد المعلمين، ومن حيث المناهج، من حيث الطباعة، ومن حيث المدارس نفسها. ثم أيضا أنت كيف تستطيع أن تفك هذا الاشتباك؟ ما هي مناطق زي ما قلت لك الآن، مثلا ممكن تلقى في أسمرة في من لغته ليست لغة التجرينية كلغة أم مثلا، ماذا يفعل هؤلاء؟ على كل حال حتى يعني بغض النظر عن مشكلتنا مع النظام في اللغة، لكن هو نفسه هل طور نفسه
النظام ما حكم هو لا يستطيع أن حتى يطور. الآن حكم 34 سنة. نعم نعم فكم ما الذي قدمه للشعب الإريتري؟ نعم. صحيح. هو ما الإشكال شيخنا إذا كان ما طورت اللغة، ما أنت في النهاية بتضيع من هذا الطفل 7 8 سنوات بلغة الأم، ثم يتطور إلى الأمام، يذهب بعد في مسار إما اللغة الإنجليزية وإما اللغة التقنية، وهو ضاعت منه سنوات كثيرة في المرحلة الابتدائية اللي يفترض يأسس فيها إيه؟ يأسس فيها لغته ويأسس فيها مفاهيمه أيضا. ممكن يعوض هذا يا شيخ حسن بكذا، لكن أين تطوير التعليم؟ أنا أتكلم عن هذه الزاوية. لا، ما في تطوير. كيف يطور شيخنا؟ نعم. كيف يطور؟ لماذا لا يطور؟ لأنك أنت 34 سنة أنت قائم في بلدك، عندك مشكلة في فلسفة وعندك الاستقرار وعندك كل شيء وعندك مال وعندك ميزانيات. ما عنده مال. ما عنده. وين عنده مال؟ ما عنده مال أصلا. ما في قروش في المال كلها ماشية في الحرب، والطلاب ماشيين إلى الحرب، وربطت العملية التعليمية أيضا بالحرب، ما تنسى. يعني أنت ربطت العملية التعليمية والدمار يأتي من وين يا شيخ؟ عشان أديك زاويتين. كانت في جامعة في بداية تحرير إريتريا، كان في جامعة اسمها جامعة أسمر. نعم. إلى سنة 2000 ظل إلى سنة 98. من الذي أسسها؟ على كل أسست في ظل هذا النظام. هذا النظام؟ حسب علمي أنا ما أعرف إنه. تمام. لكن ما الذي حصل؟ لما جاءت الحرب الإريترية الأثيوبية وبدأت الجامعة تريد أن تعبر عن آرائها، والطلاب بدأوا ينتقدون الحكومة ولهم آراء في الحرب بداية نهاية كذا، سكر عليهم، قفل حاجة اسمها جامعة كده. ومنذ 2006 طبعا قفل هذه الجامعة 2006، منذ 2006 حتى اليوم لا توجد جامعة في إريتريا. أيوة، اتحولت إلى كليات، أنهاها بنظام شنو؟ بنظام الكليات، بحيث والله فكرة الجامعة تقنع منها. فرق تسد، بمعنى أنت والله من البداية تمشي إلى المعاهد، إما تمشي المعاهد المهنية وإما تمشي الكليات اللي تحدثت عنها، كلية نعم. الزراعة، كلية كذا، وكل كلية موجودة في مدينة من المدن، وبالتالي أنا هذا الموضوع. طيب ماذا يفعل في الحالة الجامعية؟ صار يذهب إلى التدريس في الخارج. يعني مثلا فترة من الفترات كان الطلاب الإريتريون يذهبون إلى جنوب أفريقيا مثلا، تذهب إلى جنوب أفريقيا، تارة يحاول يستقبل منح من الخارج، فترة من الفترات مع تركيا، فترة من الفترات مع مصر، فترة من الفترات مع بعض الدول العربية، كانت في هذه الحالة. لكن لا يمكن هذه الحالة أن تعبر لك عن مخرج تعليمي له صلة بشنو؟ بفلسفة الدولة في داخل البلد. العملية التعليمية دائما مرتبطة أيضا في النهاية بفلسفة معينة، هذه الفلسفة غير واضحة. يعني أنت ماذا تريد أن تخرج؟ الصورة الوحيدة الواضحة من خلال دراستنا أو تشريحنا للحالة التعليمية هو أنه يريد أن يبعد الناس عن شيء اسمه إسلام وعن شيء اسمه لغة عربية. دي ثابت في كل الحالة. هذا من حيث المنهج. هذا من حيث المنهج. لا أنا أقول حتى على منهجهم هم، المنهج التعبان الضال هذا. أين التطور؟ لماذا لم تكن هناك جامعات أهلية؟ لماذا لم تكن هناك جامعات تعليمية؟ لا، هو جامعات أهلية أصلا لا يعترف بشيء اسمه خارج الدولة. يعني أي حالة تبقى سياسية، تبقى تعليمية، تبقى اقتصادية، هو فكرته قائمة على أن الدولة مهيمنة على المشهد كله. ما السبب؟ نظام اشتراكي، هي كده. هو في النهاية الفلسفة الأساسية لسياسة فرق إنه هو نظام متأثر بالحالة الاشتراكية كده. لكن سمعنا مؤخرا أن لديهم جامعة كنسية. في الحالة الدينية. أي في الحالة الدينية لهم كلية مش جامعة، يعني كلية تخرج الراهبين والراهبات الرهبان بشكل عام، تخرج هؤلاء. دي طبعا في النهاية حالة متقدمة بالنسبة للحالة الدينية المسيحية، لكن ما يقابلها حالة دينية إسلامية، لأنه أصلا فكرة الحالة الدينية الإسلامية عنده مكنسلة، لا يريد أن تكون حاضرة لا في المعاهد الشرعية ولا في كليات شرعية. وإلا لو أنت أصلا اعترفت أيضا بالحالة الدينية أن تكون لها كلية، يفترض أن يكون في معاهد، مش كده؟ يعتبر مثلا ما يريد أن يتخرج كإمام أو يريد يتخرج كمؤذن أو كمأذون شرعي أو كقاضي شرعي، يفترض هؤلاء يؤسسوا داخل الدولة، مش كده؟ هذا كله غير موجود. على كل العملية التعليمية في تقديري في إريتريا لم تخدم بالشكل يعني لو جينا نحن الآن نؤرخ عن سيرة إسياس أفورقي والنظام، ووصلنا عند نقطة في سيرته الذاتية، عند نقطة التعليم، ماذا سنقول؟ ما الذي قدمه للشعب الإريتري؟ وعلى كل الحالة التعليمية ليست حالة مشرفة حتى الآن، ليست حالة مشرفة غاية ما، مع أنه سبحان الله يعني في بعض المناطق خصوصا الذين اختاروا التدريس باللغة الإنجليزية ستجد منهجهم قوي،
تدريس باللغه الانجليزيه، ستجد ان المنهج قوي والطالب يخرج من اريتريا وهو يجيد اللغه الانجليزيه ويقدر يتعامل بها ويكتب بها وكذا. في هذه الحاله موجوده مثلا في بعض جميل بعض جميل. بعض المناطق. ايضا في فتره من الفترات كانت اداره التعليم القسم بتاعت المناهج كان يقوم عليها افراد شخصيات قويه ومؤثره وخبرتها ايضا ليست بسيطه، لكن كانت تواجهها ما ذكرت لك من قضيه انه والله فكره المناهج المتعدده. طيب ألا يمكن للنظام أن يسمح بالتعليم الخاص مع يعني سرد شروطه في المنهج الذي هو يريده، لكن يفتح التعليم الخاص؟ أنا أعتقد أن الإريتريين لديهم إمكانيات، بإمكانهم أن يبنوا بدل الجامعة عشرات الجامعات. في ظل سياسه فرق لن يحدث هذا. لماذا؟ السيستم حقه كده، العقليه التي يؤمن بها هي عقليه مصادره ما أريكم إلا ما لا أرى. هو عشان ما نظلمه برضه، هو هكذا صمم شيوعيا انه هو الدوله تهيمن على المشهد العام. الفكره الشيوعيه قائمه على هذا. لا تستطيع سياسه فرقه ان تقنعه بتجاره خاصه، لا تقنعه بمدارس خاصه، لا تقنعه بسياسه خاصه، لا، هو الذي يمارس السياسه ويمارس الاقتصاد ويمارس التعليم ويهيمن على المشهد العام. دي الفكره حقه. ولذلك كثير ممن ناقشوه، يعني مثلا انا جلست مع بعض المسؤولين السودانيين. طيب كذا تأخرت دولته، عادي، تأخرت دولته، عادي. تأخر، ما قدم شيئا، نعم، لا لبني قومه ولا للمسلمين، يعني ما نعم. قدم شيئا. نعم. هكذا مبسوط هو بهذه الطريقة؟ هو مرتاح لانه منسجم مع العقيده حقه. الله منسجم مع العقيده حقه. لانه انت لما تحاول تفتح النوافذ يدخل الهواء بمختلف الاتجاه، وهو لا يريد هذا، لا يريد الغرفه ان تتنفس هواء متنوعا او مختلفا، لا، هو يريد ان والله هذا الهواء الذي يتنفسه الناس يصدر من مركز واحد وهو مركز الدوله. لذلك شيخ برهان ما العله في انه، مع انه هي طبعا جزء منها عسكره، لكن الجزء الاكثر خطوره كما يذكر اخونا القيسي، الجزء الاخطر اللي هو دمج المكونات كلها في ساوى. لما انت تجي للمرحله الصف الحادي عشر وماشي الصف الثاني عشر، لابد يذهب الكل الى وين؟ الى ساوى. نعم. هناك حاله الدمج الكامل، يعني هو فكره دمج الكل، هذه المكونات اللي تحت يعترف لها بأن والله ترقص في التلفزيون أو ترقص في المسرح أو كذا، عندها تعددية ثقافية، لكنها لما تذهب إلى ساوى يدمجها جميعا. لذلك ساوى هي حالة الدمج في إطار القومية الواحدة، ليقول في النهاية الحالة هي حالة إيه؟ حالة واحدة، حالة تقرينية. حالة تقرينية، هذا الذي يريد. فأنت التعليم ربطته بهدف ظاهره هو هدف عسكري، إنه والله الكل يدخل إلى ساوى للتدريب وكذا، لكن عمليا وجعل إريتريا غير مرتاحة أمنيا. أيوة. ما تمر 5 سنوات إلا يكون هناك حرب. هنالك حرب، ما خلاص أنت ده المنتج عندك، منتج هو منتج عسكري. وكأن هذه الحروب، لكن الآثار الأخطر شيخ برهان أنك أنت بعض الناس حرمتهم من التعليم في هذه المحطة. يعني كثير من الفتيات مثلا ما يمشوا معك لقدام حتى لا تجي زي عسكر ساوى، إما تتزوج وإما تهاجر إما تطلع إما كده. لما شافت الناس أيضا الدخول إلى ساوى ناتجه، ولما هو رأى هكذا أيضا كون جيشا لتتبع هذه الحالات نعم. وأخذ الفتيات قسرا. نعم صحيح، وأخذ الفتيات قسرا حتى نعم. الله المستعان. نعم. طيب إذا التعليم في إريتريا بهذا التصور، هل نستطيع أن نقول هو ضعيف؟ نستطيع أن نقول التعليم ضعيف. الحالة التعليمية بمراحلها المختلفة وصولا إلى أنه والله يكون هنالك جامعة وهنالك ما فوق الجامعة. يفترض 35 سنة يا شيخ برهان، اليوم يكون عندنا دكاترة من داخل جامعات إريتريا. نعم. عندك ناس على الأقل متخصصين من داخل، يفترض تكون في مراكز هذا الذي أنا يعني. أريد. المفترض كم يكون جامعة عندنا؟ هذا يعني خلاص خلينا جامعة واحدة، نحن شعب بسيط اعتبر أن الله كافيانا جامعة. ما نحن الآن باقين في رحمة الله ثم قرار هذا لا والله أنا أقول بالتقادير الموجودة في إريتريا، يعني أقلها يا شيخ حسن 3 جامعات. لا، ما هو أنا أقول لك إذا كان هو متضايق، هاي 3 جامعات حكومية. أنا أعتقد أن ميزانية إريتريا تستطيع أن تدير 3 جامعات حكومية. خليها واحدة حكومية زي ما تفضلت، وأفسح المجال للجامعات الجامعات الخاصة والأهلية. أي نعم. يعني مثلا الآن أنت ماذا يضيرك أن توجد كلية إسلامية واحدة مثلا؟ أنت مش كدولة ما تريد ما تريد تدخل في الحياة، خلاص ارفع من المسيحيين والمسلمين، خلي كلية للمسيحيين زي ما عملتها ورعيتها وأشرفت عليها، يجب أن يكون في كلية للمسلمين، كلية تدرس على الأقل الدراسات الشرعية. لكن
لا يمكن القبول بأقل كما تفضلت من ما 4. سمح إسياس بخلوة قرآن كريم، نعم. هل سيسمح بجامعة أو كلية؟ وهي نحن بدنا حلقة طموحة إن شاء الله. حلقة طموح. حلقة طموحة. صح. إنه لابد إذا ما فعلها هو لا لو كان طموح، فلنرمي بها. لا نحن نطمح. لو كان طموح لا أنا أتوقع ستكون هناك جامعات إسلامية. نعم. وليست كليات. كلية. لأن نحن يعني نعيش بجوار دول الخليج الثرية الغنية، تربطنا بينهم علاقة الأخوة، علاقة الدين، علاقة كذا. وأنا كنت أتوقع أنه ستكون هناك يعني الآن شيخ برهان جامعات يعني مزامنة، جامعة الإسلامية، جامعة أم القرى، جامعة كذا، وجامعة الكويت، جامعة قطر. ما أعتقد أبدا، لكن هو مغلق هذا الباب. أسأل الله إذا كان أن جيبوتي اللي هي أقل من مليون شيخنا، إذا كان جيبوتي فيها جامعة مش كده؟ نعم فيها جامعة عريقة. طيب أنت عددك الآن عموما خلينا نقول في داخل إريتريا لا يقل عن 3 إلى 4 مليون شخص. في الخارج عندك ما يوازي هذا العدد أو يقاربه، من 6.5 إلى 7 مليون. إذا جميل. هذا العدد يستحق أنه أقل شيء زي ما تفضلت أنه والله من 4 إلى 5 جامعات مختلفة ومتنوعة، بعضها متخصص بعضها شامل وهكذا. يعني نسبة وتناسب أثيوبيا اليوم يقول لك عندها 50 جامعة. نعم. وتخرج في كل التخصصات. معناها كل 2 مليون تقريبا جامعة. عندك جامعة. كل 2 مليون جامعة. طيب يعني وينك عن هذا الموضوع؟ نعم. على كل حال نسأل الله أن يرفع عنا البلاء. تعال ننتقل إلى الجالية الإريترية خارج إريتريا. أيضا أبناء الجالية ما هو اهتمامهم بالتعليم؟ والله شوف الحمد لله، يعني نحن نقدر نقول أي شخص أتيحت له فرصة الخروج من أريتريا فتحت له فرصة التعليم، لأنه ما عنده مجال. يعني من ذهب إلى السودان تعلم، من ذهب إلى أثيوبيا تعلم، من ذهب إلى اليمن تعلم، من ذهب إلى السعودية تعلم، من ذهب إلى الدول الأوروبية بفضل الله عز وجل. يعني أنا أتكلم على الأقل الحد الأدنى اللي هو المراحل الثانوية، ده يمكن يكاد يكون كل شعبنا سواء حتى داخل المخيمات بفضل الله عز وجل المدارس موجودة متاحة. فالوضع ربما لو إذا أردت أن تراهن اليوم على الحالة التعليمية فستراهن على الحالة التعليمية خارج إريتريا أكثر من رهانك على الحالة التعليمية داخل إريتريا. فدي دي دي دي, دي, دي صحيح. من هذا الجانب الشعب الإريتري ما من أحد إلا وعلم نعم أبنائه على الأقل مرحلة الثانوية. انتهينا مرحلة الثانوية. نعم. على الأقل. نعم. قليل من لم يتعلم إلى مرحلة الثانوية في كل بلد من البلدان. صحيح. لكن نعود ونسأل يعني ما الذي منع الجاليات أبناء الجاليات أن ينشئوا جامعات لأبناء إريتريا؟ لأن التعليم العالي لا يزال ضعيف حتى يومنا هذا. التعليم العالي لا يوجد للشعب الإريتري جامعة تحتضن أبناء الإريتريين بمكونيه المسلم والمسيحي. ودائما فكرة الجامعات الغالب فيها الناس تراهن على الدولة، الغالب في الموضوع. إذا ضاقت بهم يبدأوا بعد ذلك في البحث عن المناطق التي هم فيها، هل والله يحتاجوا إلى إقامة جامعة ولا لا، يستفيدون من الجامعات اللي موجودة في هذا الجانب. الأحزاب السياسية لم يكن لها دور في هذا. شيخنا الأحزاب مفلسة منتهية أصلا. في أحزاب سياسية تتكلم عن أن تقيم لك جامعة، هي ما قادرة تقيم نفسها يا شيخ. يعني هذه الأحزاب التي تسمى أحزاب حتى نكون أنا أديهم التحية صراحة أن يكونوا إلى هذه اللحظة ماسكين راية معارضة للنظام وسلوكياته وأساليبه، ويقولون نحن نعارض السياسات، جزاهم الله خير. أما لا تطلب منهم أكثر من ذلك. هذه الحالة هي حالة مجتمع وليس حالة أحزاب سياسية. المجتمع برجال أعماله بشخصياته بكذا يمكن أن يتحدثوا عن إنه والله إقامة جامعة أو لا نقيم جامعة. يعني إذا كنا حتى هذه اللحظة لم نوفق بشكل قوي في إقامة عمل خيري ناجح بشكل لافت. وما السبب يا شيخ حسن؟ يعني إحنا كشعب إريتري إن سألت عنا من حيث إمكانات المادية لدينا أغنياء، لدينا رجال أعمال. وإن سألت عن الناحية العلمية لدينا أكفاء يعني في التعليم الأكاديمي والتجريبي والتعليم الديني الشرعي. وإن سألت عنا مدى اهتمامه بالتعليم، الشعب مهتم، لكن لم يهتم الشعب حقيقة أن يبني جامعة خاصة له إما في السودان أو في الصومال مثلا أو في أي دول من الدول القريبة، وحتى في تركيا، في أي دولة من الدول التي تسمح، حتى لو في ماليزيا. ما وجدنا هذا الاهتمام بأبناء الجالية. ما السبب؟ الإمكانات موجودة لكن عدم التوفيق، عدمت الهداية. لا
أنا في رأيي عدمت ابتداء. أظن إلى الآن فكرة أن يفكروا في جامعة مش واردة يعني، وبالتالي ليست مرادة لهم. لماذا؟ أليس أيوة. الشعب يعاني من هذا؟ لا يعني مثلا هو بيقول لك والله يا أخي الفترة، خلينا السودان الآن باعتباره أكبر حالة. السعودية فقط، السعودية شيخنا أيوة. آلاف خريجين الثانوية، نعم. آلاف لا يجدون لأن تعليم السعودية تلقائيا حيقول لك والله السعودية لن تسمح لي بجامعة في داخلها. لا بس أنا أقول لك مصير أبناء الثانوية، خريجي الثانوية هؤلاء لماذا لم يفكر لهم آبائهم لشيء من التعليم؟ يعني مثلا قبيلة الجبرتة جزاهم الله خير، أقصى ما كانوا يقومون أنهم يأخذون ملفاتهم ويتعاقدون مع جامعات السودان ويسجلونهم. نعم. جزاهم الله خير. نعم. وكذلك أعتقد أيضا بني عامر يأخذون المنح ويشتغلون. لا كنت أريد أن أقول لك بالنسبة للسودان الحالة الوحيدة اللي كانت ما مشجع أصلا أنت تعمل حالة خاصة، لأن السودان في فترة من فترات أكاد أقول لك كان يستوعب كل الإريتريين الذين يقدمون، ما كان عنده مشكلة. صحيح، السودان يعني ما كان عنده مشكلة. والتحية للشعب السوداني، تحية للشعب يعني السوداني. فكان مثلا تحية للشعب السوداني فعلا. منظمة الطلاب الوافدين بالآلاف كانت تستوعب في كليات الطب، صحيح. كليات الهندسة، كليات الشريعة، فما كان في إشكال أصلا في هذا الجانب. لكن الآن أنا في تقديري التحدي الحالي خصوصا بعد السودان حصل فيه ما حصل، والوضع في مصر زي ما كنا أيضا فيه تراجع. يعني نستطيع أن نقول أن السبب في ذلك عدم الحاجة في السودان. نعم. يعني كثير من الناس يقول لك يا أخي أنا أسهل لنا إنه أنا أدعم الطالب داخل الجامعة، لأن أنت ما تنسى فكرة أن تقيم جامعة، ميزانياتها، إمكاناتها. هذه واحدة. الحالة الثانية، السبب الثاني، إلى الآن يا شيخ برهان للأسف مكوناتنا الاجتماعية، وللأسف أقول هذا الكلام، لم تصل بعد إلى فكرة أن تعمل سويا في هذه الاتجاهات. تلقى الجبرتة ممكن يشتغلوا لحالهم، الساهو يشتغلوا لحالهم، التقري يشتغلوا لحالهم، لكن إلى الآن فكرة أن تكون في والله مشاريع من هذا النوع، مشاريع والله تجمعنا جميعا بعيدا عن السياسة، لأن أحيانا السياسة تكون هي أزماتها تنعكس حتى على هذا النوع من جميل. لكن كيف نستطيع والله هذه المكونات أن تفكر إنه الآن والله نحن وضعنا صعب، محتاجين إلى إنه والله لابد من جامعة إريتريا. إذا كان والله الدولة حاصرتنا في الداخل فليس أمامنا إلا أن نبحث عن إيه؟ عن حل في خارج الخارج. بالضبط كده. فيمكن أن يبحث حل في أثيوبيا، ويمكن أن يبحث حل في السودان، ويمكن أن يبحث حل في دولة أخرى، الصومال أيضا، المهم في الصومال، في كينيا نفسها. فأنت إمكانية أن تقيم اليوم جامعة، أنا في تقدير حاليا حان وقتها، لأن الوضع في السودان اللي أنت مراهن كان يستوعب لك من 70 إلى 80% من الكتلة البشرية اللي عندك من الطلاب، اليوم لم يعد. جميل. دكتور حسن، أنت نائب مجلس شورى رابطة علماء إريتريا. نعم. ما دور الرابطة في اهتمامها في مثل هذا الباب، بناء نعم. جامعة؟ طبعا أول بالنسبة لنا طبعا منذ البداية كان عندنا هنا أمانة خاصة بموضوع التعليم، ومنذ التأسيس سعت الرابطة بكل ما تملك للتواصل مع الجامعات في معالجة هذا الملف. كانت فكرتنا أنه إحنا نتبنى الطلاب. يا سلام. وذهبت القيادة وقتها إلى ماليزيا، وكانت في أفق على كل، وفتحنا يعني تواصلنا مع عدد من المنظمات الإسلامية حتى نستطيع أن نعالج هذا الموضوع. ثم لما فتحنا مكتبنا في تركيا أقل شيء بقينا نساعد الطلاب في أن يدخلوا في المنح العامة المفتوحة، لأنه تركيا ما بتدي منح لجهة بعينها بقدر ما تفتح المجال. وإلى اليوم تقريبا الأمانة عندنا أمانة التعليم شغالة مثلا في موضوع المنح السنوية، وشغالة في المنح الخاصة للعلم، يعني حتى اللي يريد يدرس طالبه مثلا بمنح منخفضة نحاول أن نوفر له هذه المنح المخفضة. صحيح. يعني مثلا إذا والله بتكلف معك أنت الأربع 5 سنوات 20,000 دولار، ممكن الرابطة تطلع عليك ب6,000 ب7,000 ال5 سنوات. هذه موجودة وإن كانت بسيطة، لأنه ما كل شعبنا تقريبا يستطيع ذلك. في الآونة الأخيرة تقريبا مجلس الشورى بدأ ينظر إلى أنه والله هذا كله لا يكفي، لا بد من التفكير في أنه نحن يكون عندنا حالة كده خلينا نسميها بداية مشروع تعليمي تهتم به الرابطة. جميل. أخذ شكل كلية، أخذ شكل جامعة مفتوحة، أخذ شكل جامعة ثابت. المهم هذا التفكير تقريبا نحن عندنا الآن 3 سنوات بفضل الله عز وجل قطعنا فيه شوط كبير جدا في أنه نحن لا بد أن نعمل شيء. يا سلام. وبفضل الله إلى هذه اللحظة تقريبا اللجان تعمل عملها بشكل ممتاز. لكن كما لا يخفى عليك وأنت سيد العارفين يعني قائمة على هذا الملف، سيحتاج هذا الملف إلى رجال الأعمال.
صحيح. سيحتاج إلى الجاليات، سيحتاج إلى تعاون الكل، حتى المنظمات الخيرية، حتى الأحزاب يجب أن تشجع في اتجاه إنه نحن والله هذا الملف بالذات يجب أن يكون إن صح التعبير ملف أمن قومي. يعني بالنسبة لنا في التعليم يأخذ هذا البعد، يتشاور فيه الكل، يدفع فيه الكل، يسعى فيه الكل، ولا حرج في تقديري في النهاية إنه بعد نخاطب الآخرين أن يساعدونا، لكن خلينا نساعد نفسنا أولا، خلينا نساعد نفسنا عشان يساعدونا الناس. مش كده؟ اليوم كما تفضلت بفضل الله عز وجل ظهرت مجموعات رجال أعمال إريتريين، في ناس عندهم الإمكانات، في ناس عندهم القدرات. لما تجي والله تطرح الصيغة الكلية للموازنة يفترض أن يكون والله الإريتريين أقل شيء يقوموا مثلا ب 50% من هذه الالتزامات. أنت عشان تمشي للآخرين تقول لهم والله أنا موفر الحد الأدنى للجامعة ومحتاج إلى الجانب الآخر. فعلى كل أنا في رأيي بما أن الحلقة اليوم هي حلقة عن التعليم، أنا في رأيي إطلاق هذه المبادرة وإسماع الناس هذا المشروع والتفكير فيه ليتم التواصل مع الرابطة في تفاصيل هذا الأمر أعتقد من الأهمية بمكان، وخصوصا هذه الآن الرابطة أولويتها القادمة. يعني بفضل الله عز وجل كانت الأولوية في البداية أنه نحن نهتم على المستوى الفردي، ثم جاءتنا بعد ذاك طبعا شبكة السلامة الإعلامية كمشروع بفضل الله عز وجل أنجزنا فيه الكثير. اليوم نحن داخلين إن شاء الله إلى مرحلة أخرى، وهو كيف تساهم الرابطة في مشروع تجعله يعني في نهاية المطاف الرابطة قد لا تكون والله معنية بأنه والله الموضوع يتبعها، لأنه هذه قضايا على كل تحددها مجالس الأمناء وكذا، لكن هي معنية بأنه والله أن لا يكون الطالب الإريتري يكون محل أن يعني لما يسمى بالفاقد التربوي، إنه والله يقطع المراحل الدراسية، لا يكون له اهتمام. ففي تقديري المرحلة القادمة إن شاء الله ستكون من أولويات الرابطة هذا المشروع الذي بإذن الله عز وجل سيكون مشروع له ما بعده. وإذا ربنا يسر وفتحت إريتريا إن شاء الله والحريات فيها، يمكن ببساطة نفس هذه الجامعة تنتقل إلى داخل إريتريا. الحقيقة هو الهدف من هذا السؤال يعني لابد أن يكون للإريتريين مبادرة ويعني خطوة في هذا الباب. وأسمعت أنا خيرا من رابطة علماء إريتريا وهي رابطة يعني علمية تربوية ثقافية تهتم بهذا الجانب. فإذا كان لديكم هذه المبادرة الطيبة في الجامعة فإننا ندعو جميع الإريتريين للتعاون مع رابطة علماء إريتريا في بناء هذا الصرح العظيم التعليمي المفيد لأبنائهم، ولعل هذا يكون شيئا قدمناه للشعب الإريتري ويكتب في موازين حسناتنا. أنا أخاطب رجال الأعمال وأخاطب المفكرين، بل حتى أخاطب الدكاترة والمهندسين الأكاديميين والعلماء وطلبة العلم لدعم هذه المسيرة وهذا الأمر، لأن في النهاية الأمم لا تقوى إلا بالعلماء والمتعلمين، فالدول ليس لها قيمة إلا من حيث العلم والتعليم. فإذا كان الجهل هو الذي يسودها فهو إشكال كبير. شكرا لهذا النبذة الطيبة شيخ حسن. ندخل الآن ونختم به حلقتنا بالإشادة إلى بعض الأسر التي رزقها الله إمكانات في فتح باب صندوق أو في عمل صندوق داخل الأسرة من المتعلمين ومن يعني من لديهم إمكانات ومن ذوي اليسار في دعم هذا الصندوق لتعليم بعض أبناء الجالية. هذا الصندوق موجود أو هذه الأسر موجودة في أمريكا وموجودة أيضا في أوروبا وموجودة كذلك في أستراليا. نريد منك أن تشيد بهذه الأسر التي حقيقة يعني أنا ما كتبت عنها تقريرا وكان المفترض نكتب يعني حقيقة منذ 20 سنة أو 25 سنة وهذا الصندوق قائم وقد خرج أجيال من طلبة العلم حقيقة. والصندوق سبحان الله فكرته أنهم يجمعون في هذا الصندوق باستمرار عبر السنوات ويأخذون منه ميزانيات لتعليم الطالب من حين يدخل الجامعة حتى يتخرج منها يعني كفالة كاملة. فيعني تعليقكم على هذا والإشادة والدعاء لهؤلاء الذين يقومون بهذه الفكرة. والله شوف يا برهان، نحن طبعا في ظل دائما تحديات الدولة وإشكالات المجتمع تبرز هذه المبادرات المجتمعية دائما، يعني المجتمع المتكافل. ونحن مجتمعنا إلى الآن ليس مجتمع حداثي كما يقول، يعني لم يحصل المجتمع التحديث الذي يكتفي فيه الأسرة بمحدوديتها فقط، لا، عندنا التمددات.
فبتلقى دائما العوائل لها امتداداتها، الأسر لها امتداداتها، القبيلة لها أيضا امتداداتها، وبالتالي إلى الآن الحمد لله هذا الترابط وهذا التكافل موجود سواء على مستوى القبائل أو على مستوى الأسر. والتحية كما تفضلت لهذه الأسر، وأن تكون أسر فعلا ملهمة لبقية الناس. يعني هذه القضايا نحن، مع أني أقول بأن لا يكاد يكون اليوم أسرة من الأسر اللي موجود لها شخصية في الخارج إلا وهو في النهاية مساهم بشكل أو آخر في العملية التعليمية، سواء أخذ شكل الصندوق أو لم يأخذ شكل الصندوق. يعني اليوم تقريبا نادرا ما تجي الشخص والله هو فقط مكتفي بوضعه الخاص، نادر جدا في الإريتريين بالذات. يعني الشخص ممكن يكون متعاون مع أخيه، متعاون مع والده، متعاون مع أسرته، متعاون مع أقربائه، لا يخلو إلا وفي بفضل الله عز وجل. لا ليس هناك منقطع، سبحان الله. لكن أن يكون هنالك فعلا صندوق خاص لهذا المعنى، هذه طبعا ميزة متقدمة جدا، وبتخلي أيضا الاستمرارية والديمومة أكثر من الحالة بتاعت التبرعات الفردية اللي الواحد ما معروف على مستوى الفرد. يعني التعرضات كثيرة للإنسان، يعني من فقر ومن عدم ومن توقف من غيرها، لكن لما يأخذ الموضوع شكل مؤسسي فأنا أعتقد هذه المسألة فعلا من الأشياء التي تستحق الإشادة وتستحق الدعاء، وأن يوفق، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينهم ويوفقهم ويلهمهم الخير، ويجعلهم كذلك على الأقل قدوة للآخرين، في أنه والله الآخرين أيضا تكون لهم صناديق تعليمية. ولو ذهبنا إلى ما يمكن أن نسميه مبادرة الصندوق القومي لدعم الطلاب، لاحظت مثلا انه والله يا اخي تقوم واحده من المنظمات ولتكن رابط علماء اريتريا مثلا او غيرها من الروابط، يكون هنالك صندوق يدفع فيه كل اريتري لدعم الطلاب، ويكون عليه مجلس امناء، ويكون عليه مجموعه من القائمين عندهم لائحه، عندهم نظام، عندهم كذا. فاحيانا هذه اللائحه تحدد لك في اي مجال يمكن ان تدعم، وفي اي مستوى يمكن ان تدعم، وفي اي مرحله ممكن ان تدعم، والنسبه التي تدعم بها. فيكون والله الصندوق يجمع والضوابط موجودة، ويمكن أن تكون في شراكة ما بين هذه الأسر وما بين وممكن كما يتفعل الآن مثلا بعض البنوك مثل بنك التنمية الإسلامي في جدة مثلا، فترة من فترات كان يتكفل الطالب، ولكن على أن الطالب بعد أن يتخرج ويعمل يسدد. يا سلام. عصا أنت مثلا والله خلال فترة تعليمك أخذت 20,000 دولار، لما تمشي وتشتغل يدوك سنة سنتين في الأولى ما يطالبوك، بعد ذاك ترجع سدد. فلاحظ هذه المسألة تؤدي إلى فكرة الديمومة، إنه والله الذين تخرجوا ما ألقوا بظهرهم إلى هؤلاء الذين دعموهم وساندوهم، بل بالعكس. وممكن كمان أن الناس والله حتى تخفف عن الناس يقال لهم إنه والله تسددوا 50%، وال50% تكافل اجتماعي، وهكذا، بحيث الصندوق يكون. أنا أعتقد يا شيخ برهان محتاجين في المرحلة القادمة إلى كثير من المبادرات، خصوصا في ظل عدم اهتمام الدولة بعملية التعليم، وكذلك نصف المجتمع خارج أصلا، وإشغال الشعب بالحروب، وفكرة أنه عندك 50% من هذا المجتمع خارج الدولة أصلا. فأنت إذا ما حاولت أن توجد هذه الاهتمامات المجتمعية سنكون أمام تحديات كبيرة، وربنا يسهل. يعني مشاهدي الأكارم، أمريكا سادت العالم بالعلم، ألمانيا كانت من الدول المتقدمة بالعلم، بريطانيا العظمى كانت متقدمة بالعلم، اليوم تركيا أيضا تحتل مكانة عظمى كذلك بالعلم. فأين تقع إريتريا في هذا المربع وفي هذا المضمار؟ نسأل الله تعالى أن يصلح الأحوال في إريتريا وأن يبدلنا خيرا. أشكركم على حسن المتابعة، كما تقدم بالشكر الجزيل لشيخي وأستاذي الدكتور حسن سلمان. حتى ألقاكم الأسبوع القادم، هذا أخوكم برهان سعيد يحييكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. من